مساء الرعب. لو انت من الناس اللي قلبها جامد وبتحب القصص الغامضة اللي العقل مش بيلاقي لها تفسير، فأنا بطلب منك دلوقتي تثبت معايا للآخر، لأن اللي هحكيه النهاردة مش مجرد قصة، دي حكاية بيت مش عادي، بيت بيتقال إنه بيبلع الناس اللي تدخله وما يرجعوش تاني. البيت ده موجود في قرية صغيرة بعيدة عن العمارات، بيت قديم مبني بالطوب الأحمر وسوره متاكل. الغريب بقى إن كل حد بيدخله بيرجع مختلف، في ناس رجعت منه بجروح غريبة وناس تانية اتغيروا بشكل يخوف، كأنهم شافوا حاجة عقلهم مش قادر يستوعبها. من سنين جت عيلة جديدة من القاهرة تدور على بيت رخيص تقعد فيه، واحد دلهم على البيت ده وقال لهم إنه قديم بس واسع ورخيص. العيلة عجبتها الفكرة ونقلوا عفشهم كله. الجيران بيحكوا إنهم كانوا بيسمعوا ضحك العيال جوه البيت أول أسبوع وبعدها الصوت اختفى. واحدة من الجيران قالت انا شميت ريحه اكل محروق طالعه من البيت، ولما خبطوا على الباب محدش رد. البوليس جه، لقوا العفش، لقوا هدوم العيال، حتى الاكل كان لسه متحضر على الترابيزه، لكن العيله نفسها ولا كانهم كانوا موجودين، مفيش اي اثر. واحد اسمه محمود كان شاب متهور، حب يثبت انه مفيش حاجه اسمها اشباح. قال لصحابه أنا هدخل البيت وبات فيه لوحدي. الجيران بيقولوا إنهم سمعوا صوت صراخ جاي من البيت في نص الليل، لكن لما راحوا الصبح يفتحوا محمود كان نايم على الأرض، عينيه مفتوحة، جسمه بيترعش لكنه مش بيتكلم. الناس الكبيرة في القرية بتحكي إنهم ساعات بيشوفوا نور خفيف طالع من الشبابيك، نور أبيض يفضل يكبر ويكبر لحد ما يختفي فجأة. واحد من الشيوخ قال البيت ده مش مجرد أطلال، البيت ده باب لعالم تاني. أدهم شاب كان بيحب المغامرات، جه مخصوص عشان يصور فيديو عن البيت. في الفيديو اللي لقوه أدهم واقف عند الباب بيضحك. شايفين يا جماعة؟ كله كلام فاضي. دخل يصور والممرات كلها ضلمه، فجأة الباب اتقفل وراه. الكاميرا سجلت أصوات خطوات، بعدها صوت ست بتضحك بصوت عالي. أدهم خاف وقال مين هنا ومفيش رد. الكاميرا وقعت على الأرض وزاوية العدسة جابت ظل أسود بيعدي قدامها بسرعة، بعدها الشاشة سودة. الفيديو اتقفل فجأة، أدهم نفسه اختفى، ولما الناس دخلت لقت الكاميرا على الأرض وشافت الفيديو. في دكتور في الجامعة مختص في علم النفس سمع القصة وقال كل ده هلوسة يا جماعة. جه بنفسه ودخل البيت مع جهاز تسجيل، بعد ساعتين خرج هدومه متبهدلة، وشه مرعوب، رفض يتكلم عن اللي شافه وقال جملة واحدة: في حاجة جوه مش المفروض أي بني آدم يشوفها. ومن بعدها اختفى عن الأنظار. اللي دخلوا بيحكوا عن ممرات طويلة، السقف فيه شروخ، الأرض بتصرخ تحت الرجلين، ريحة عفن خانقة، والأغرب إنك تحس إن في حد ماشي وراك طول الوقت. وفي أوضة معينة الجيران بيقولوا إنهم ساعات بيسمعوا منها صوت بيبكي، ولما حد يقرب الصوت يختفي. حتى اللي بيعدي من جنب البيت بيتأذي. في ناس بتحكي إنهم بعد ما مروا من قدامه جالهم كوابيس متكررة، وبيشوفوا نفس البيت في المنام، نفس الشبابيك، نفس الضلمة، وصوت بيناديهم بالاسم. واحدة ست من القرية قالت إنها وهي معدية شافت إيد صغيرة سودة ماسكة في سور البيت، ولما قربت الإيد اختفت. السؤال اللي محدش لاقي له إجابة: هل البيت فعلا مسكون ولا في سر أعمق من مجرد أشباح؟ إيه رأيكم انتم؟ تفتكروا البيت ده بوابة لعالم تاني ولا مجرد قصص بتقولها الناس؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم في القصة الجاية.